عاشوراء. منين كنسمعوا هاد الكلمه كيمشي الدماغ ديالنا نيشان لهادوك الالعاب، هادوك المفرقعات اللي كنديرو حنا في المغرب. كيمشي دماغنا للكسكسو، كيمشي دماغنا لديك الزكا والصيام ديال الاخر. هادو طقوس وهادو عادات كنعيشوها حنا في المغرب. الا هضرنا على عاشوراء الاصل ديالها كيجي من النهار ديال سيدنا محمد، منين لقى اليهود كيصوموا ديك النهار وقال لهم علاش. قالوا له هذا النهار عندنا مميز، حيت هذا هو النهار اللي كان قضى فيه الله سبحانه وتعالى على الفرعون ونجانا حنا من العذاب. ولا عندنا هذا النهار مميز كنصوموا نهار عاشوراء، يعني تخليدا لهذه الذكرى الرائعه. الرسول عليه الصلاه والسلام في هذيك اللحظه قال لهم لا بقيت انا حي العام الجاي غنصوم تسوعاء وعاشوراء، وبقات هاد الذكرى هذه. اما بالنسبه لهذيك العافيه اللي كنشعلوا، هادو غير ما بين قوسين. هاد العافيه لا اساس لها لا من الدين ديالنا ولا حتى شي حاجه. هي واحد العاده كانوا كيستعملوها الشيعه ملي كانوا حازنين على سيدنا الحسين في الوفاه ديالو، وبداو يعني كيشعلوا هذيك العافيه وكيندبوا وكيديروا بزاف ديال الحالات دليل على الحزن ديالهم بالوفاه ديالو. وهذا الشيء ضروري حتى هو، بانه ما عنده حتى حاجه من الاسلام ديالنا ومن الدين ديالنا، يعني بدعه في بدعه. القصه ديالنا ديال هذا النهار عندها ذكرى بهاد العاشوراء. شنو وقع في هاد عاشوراء؟ كيفاش تغيرت حياة مريم في هاد النهار هذا وتحولت نهار جحيم؟ كتعاود لينا مريم وكتقول لك خالتها غارت منها بسبب الوظيفه ديالها، حيت توظفت قبل من بناتها. هاد مريم كانت عندها تقريبا 19 عام، وهاد 19 عام توظفت على سن مبكره بزاف، نظرا لانها كانت كتنجح كل عام وكل عام كتجيب نقطه رائعه في الخدمه ديالها، وبالوساطه وبالوجهيات كيف ما كنقولوا والمعارف ديال باها. وتبارك الله وصلها النبي بالذكاء ديالها قدرت انها تاخذ وظيفه كبيره وتوظف وتكون كتربح واحد الخلصه زوينه اللي خلاتها انها تبدا تعاون عائلتها تخرجهم من هذاك الشيء اللي فيه. هادشي كامل خلى العائله كامله تغير منها وتغير من هاد النجاح اللي وصلاته. ولكن شكون هو اللي كان اكثر غيره في هاد النجاح اللي وصلت ليه مريم؟ كان هو خالتها كانت كتموت بالغيره وبالحسد، وكتوجد وكتفكر كيفاش تطفي هاد الشعله اللي بانت اليوم في العائله، بحال شي حاجه يعني صلى على النبي ولا عندها الخير ولا عندها الرزق، ولات كتعاون والديها كتعاون بنات عائلتها، وتبارك الله غير ما زايده في الازدهار. مريم كانت انسانه ظريفه بزاف، وكانت فيها واحد النيه ربانيه، اي حاجه كتيقها رغم الذكاء اللي عندها ولكن هذا الشيء يعني من خلال الناس فيه هذيك النيه. خالتها استغلت هاد النيه هذه، ونهار ديال عاشوراء عيطت لها وقالت لها بنتي راه هاد النهار البنات باغيين يحتفلوا وباغيين ينشطوا، وقالوا لي عيطينا لمريم وعيطينا لخالتي حتى هي تجي دوزوا معنا هاد الليله هادي، اجي مرحبا بك تعشاو عندنا وتقصروا معانا. فعلا مريم قالت ليها واخا مرحبا، قالت لها غير غنخرج من الخدمه غندوز على ماما وغادي نجيو انا وياها لعندكم نقصروا معاكم. قالت لها اجي بكري، عندك تجي معطله، اجي بكري راني محتاجاك. فعلا مريم مشات، يعني منين ضربت هذيك 3 ديال العشيه قالت خليني نمشي عندهم بكري بحرا نجلسوا مزيان ونتهاودوا ونشطحوا بزاف ديال الحويجات. وصلت عند خالتها رحبت بها ديك الترحيب اللي ما كاينش بحالو، ما خلت ما دارت لها وما خلت ما حطت لها وتفرش لها ديك الشيء، يعني كان بوحديته ديك النهار. شي شويه بقات جالسه هي والبنات، نوضت خالتها بناتها قالت لهم دخلوا دوشوا باش نزكيكم. يعني حنا عندنا في العادات ديالنا كنزكيو قبل الظهر، كنقولوا يعني باش كتزكى لنا صحيحه وكيطوى لنا الشعر. هادو من العادات ديالنا المغربيه، يعني كاين اللي عنده هاد العادات وكاين اللي ما عادش. حتى تخليوها ليا في كومونتير شكون عنده هاد العاده ديال انها نهار ديال عاشوراء كتفيق في الصباح وخصها تدواش وتقطع شويه من شعرها باش تطلع لمبي كتزكى لها الصحيحه ديالها وكيزيد لها الشعر وبزاف د الحويجات. المهم ناضوا البنات حتى 3 ديال العشيه كتقول لهم نوضوا دوشوا. ما هضرتش ديك الساعه مع مريم، ناضوا بناتها كلهم كيدوشوا كلهم كيقادوا ولبسوا، جلست كتقطع لهم شعرهم. والمهم الامور غاديه على خير. قالت لها نوضي بنتي انت علاش جالسه؟ قالت لها خالتي انا راني تا كنت جايه وراني دوشت من الدار وكذا. قالت لها لا والو ابدا،
نوضي دوشي وراني دايره لك الرقيه في هذاك الماء، نوضي دوشي بيه باش ربي يسهل عليك ويزيد يفيض خميرتك وبزاف ود الحوايج وكذا وكذا وكذا. المهم مريم ما فيهاش ديك ما عندهاش ديك الغل وما عندهاش ديك الحسد وما عندهاش ديك التحرميات. دخلات للدوش، دوشت وهي طق عليها خالتها، قالت لها نعم خالتي، قالت لها والو غادي نحك ليك، غنحك لبنت اختي وغنقاد لبنت اختي وغنفرح ببنت اختي، وانا بنت اختي بغيتها يسهل عليها الله، وانايا انا عزيزه عليا وكنحمق عليك. ودخلت وبدات كتحك ليها. دوشت مريم، خرجت، جات خالتها وبنتها جايبه لها المقص، قالت لها ضروري انت غتزكي بحالنا بحالك. قطعوا لها من شعرها بلا ما تحس، شويه من الشعر خبعوه وشويه عطاوه لها، قال لها ها الشعير اللي قطعنا لك سيري خبعيه، ولكن راه بقى واحد الجزء منهم. مريم صافي دوزو ديك الليله، شطحوا فيها، غناو، رقصوا، تعشاو، وكل واحد مشى بحالاته. ولكن موراها باسبوع كتغير الحياه ديال مريم جذريا، ولات عندها واحد الكراهيه في الناس عجيبه. ما بقات كتبغي خدمتها، ما بقات كتبغي تخرج من الدار، ما بقات كتبغي حتى شي حاجه، حتى الهضره مع الناس. وحتى في الخدمه ديالها ولاو الناس يشوفوا فيها واحد الشوفه ديال الشمئزاز، الناس ما بقاوش كيبغيوها وما بقاتش مقبوله كيف كانت. ولاو الناس بحال خايفين منها، بحال هايبينها، بحال مبعدين منها. المهم هادشي اللي كانت كتشوفه. ولا عندها واحد العياء بوحديته، خصها غير تنعس، ما بقاتش ديك النشاط اللي فيها كتنوض بكري وكتصلي الفجر ديالها وكتجلس تقرا القران. هادشي هذا كامل مشى. الام ديالها كتشوف هادشي ومعجبه، كتقول لها بنتي شنو واقع ليك؟ انا ما فهمتش هادشي اللي وقع ليك. زادت الاسبوع الثاني، البنت بدا كيطيح لها شعرها. ما يمكنش، انا شعري كنعالجو. هي مريم من دوك الناس اللي كانوا كيهتموا براسهم، كياخذوا برودويات، كيديروا زيوت للشعر، يعني عندها واحد الروتين اسبوعي ديالها كتخصو راسها. نهار اللي كتجلس كدير ماسكات طبيعيه لوجهها، كتهلا في راسها بكل معنى الكلمه. يعني اي وحده في السن ديالها غتكون كدير هذا الروتين ديالها، حيت حنا كاملين كيكون فينا بليا اننا خصنا نبانو زوينين وشعرنا يبان زوين وبزاف د الحويجات. الشعر ديال مريم بدا كيطيح، ولكن ما كيطيحش واحد الطيحان اللي هو عادي، لا، كيطيح بواحد لا كونتيتي كبيره بزاف، المشطه عامره كيتسلها الشعر. ما عرفتش شنو واقع. شي شويه كتحس براسها كتعيا، كتحس براسها فيها السخفه، باغيه غير تعيا. مشات للطبيب، سولت، دار لها التحاليل، قال لها راه ما فيك حتى شي حاجه، الحمد لله صحيحتك بخير وعلى خير، يمكن هذا غير جو ما وافقكش ولا شي حاجه، ودابا الامور غادي تقادد. يعني انا ما غاديش نقدر نعطيك شي حاجه حيت الامور بخير وعلى خير. طلب لها تحاليل، دارتهم، كل شيء على خير وبخير. يعني السبب ديال داك التساقط الكبير اللي عندها في الشعر ما تعرفش، السبب ديال داك الصحه ديالها اللي كتحرق اللي كتحرقها ما تعرفش. مريم كتفكر في هذا الشيء ومصدومه، حيت اول مره غتعيش هذا الحدث هذا، واول مره غتعيش هذه المعاناه. راها ما عمرها وصلت لهذا الالم ديال العظام ديالها كيحرقوها، ما عمرها وصلت لهذا التساقط المهول. واخا كانت كتمرض، حنا كاملين كنمرضوا، ولكن ماشي بديك التساقط المهول اللي عاشته. ولكن الصدمه الكبيره ملي غطيح السنه الاولى والسنه الثانيه في الاسبوع الثالث، ملي غادي تبدا تطيح من الوزن، غيبدا يطيح لها الوزن ديالها، غتمشي لها الشهيه. هنا غتولي تبدا تسارى في الاطباء، بقات كتسارى من طبيب لطبيب، من طبيب لطبيب. كل اطباء كيكتبوا لها نفس لي زاناليز اللي طلب لها الدكتور الاول، كتقول لهم درتهم، كيقراوها كيقول لها ما عندك حتى حاجه، راه ما عندنا ما نديروا لك، راه هادشي هذا هو اللي كاين. بدات كتلتاج للروقات. منين بدات كتلتاج للروقات، كيجيها راقي مورا راقي. تجاها واحد الراقي واحد النهار، رقاها مزيان فيها تما كطيح، بدات كتركل وكتغوت. كيهضر معاه الراقي، كيهضر مع مريم، وكيهضر مع داك الشيء اللي في مريم. كيقول له انا غير خدام، انا جاو لي يطلبوني ودرت هذاك الشيء اللي بغاو. قال له شكون اللي جا طلبك؟ قال له شي وحده كتجيها هاكي دايره وهاكي دايره وهاكي دايره. عطى النعت ديال خالتها كامله. مين مريم غير كتبكي، ما عرفت راسها باش تبلات.
قال له راه نهار ديال عاشوراء جاو عندها للدار وتما كانت تقضى الغرض. مريم ما عرفت راسها منين فاقت كيعاودوا لها هادشي اللي وقع ليها، ما عرفت راسها باش تبلات. او خالتي اللي انايا كنحسبها بحال امي، اللي كنحسب بناتها بحال خواتاتي وكنتهلا فيهم وكنعطيهم حوايجي، وما هادوك الحوايج اللي كنت كتعطيهم ما كانوش كيحملوها، كيبغيو هاد الشري الجديد ما تعطيهمش القديم ديالها. ولكن هي ما كانتش عارفه هاد الشيء، هي كانت كيجيب لها الله كتقاسم معاهم ديك الشيء ديالها. بقات هكاك مريم واخا الراقي كيرقيها، واخا الراقي كيرقيها حالتها ما كتزيش للقدام. ديك الشيء صعيب بزاف، عيات ما تعالج عند هذاك الراقي، ما خدت منه لا صح ولا باطل. مريم غير مع حالتها كتزيد، الشعر ديالها صافي ما بقى لهاش، الوزن ديالها طاح بزاف، ولات كتوزن 40 كيلو. كتبكي على حالتها بالدموع. خرجت من الخدمه، ما بقات باغا تشوف حتى شي واحد. الفلوس اللي كانت تحت منها كلها كتخسرها غير على صحتها. كيف ما كنقولوا بالمغربيه ديالنا طفاوها ديال بصح، طفات ديك الورده اللي كانت مفتحه، طفات. بقات كتقلب 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 حتى لواحد النهار اللي كانت قبل منه بليله ناضت بالليل وقامت الليل وصلات وسجدت وبقات تبكي، بقات تبكي بقات تبكي بقات تبكي. كتقول له يا ربي خرجني منها، يا ربي راني ما بغيتش نضيع في حياتي ونضيع امي فيا، يا ربي ما بقيتش قادة نصبر. وكتبكي نعست بحالاتها. لغد ليه وهي خارجه شكون كتلاقى صاحبة بنت خالتها، سلمت عليها. ورغم انها ما كانش كتهضر مع صحابه بنات خالتها بزاف، يعني كانت حدوديه، البنت جات قالت لها اختي مالكي وليتي هكا، راني بغيت غير نسولك. قالت لها اختي راني ما عرفتش مالي، راني ها شنو واقع لي وها شنو واقع لي، وراه حالتي كتدهور، ما خليت مشيت للطبيب ما خليت. وبقات كتبكي. هذيك صاحبه بنت خالتها كتشوف فيها وتحت لسانها شي حاجه باغا تقول ولكن ما قادراش. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال القصه، مريم راها بنت ذكيه وذكيه بزاف. منين شافت صاحبه بنت خالتها في هذيك الهضره، يعني كاينه شي حاجه اللي عارفاها، شي حاجه اللي ما هياش وما قادراش تقولها لها، زادت تقربت منها، طولات معها الهضره. قلت لها واش تقدري تخلي لي نمره التليفون ديالك، انا عزيزه عليا وشحال هذه بغيت نهضر معاك ولكن ما عمرني زعمت. قلت لها اها اخيتي مرحبا. عطاتها النمره التليفون، مشات كل وحده في طريقها. مريم مشات للدار، غير وصلت صونات عليها، بدات كتهضر معاها وكتبكي وكتعاود لها الحاله ديالها وكتعاود لها. وقالت لها شوفي خلي الهضره بيناتنا، انا عارفاك صاحبه بنت خالتي وانا يا ارتحيت لك داكشي علاش كنقول لك هاد الهضره. انا راني ها شنو وقع لي وها شنو وقع لي، وراني جا عندي الراقي الفلاني وها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو قالوا لي وها شنو قالوا لي. صاحبتها ديك البنت غير كتسمع، ما كتهضر ما كتكلم. في واحد اللحظه وهي تقول ليها بغيتك تعطيني العهد غنقول لك واحد الهضره ولكن ما تخرجيهاش. قالت لها غير قولي لاختي. قالت لها الهضره اللي قال لك الراقي راها بصح، وهذا الشيء فعلا دارته لك خالتك، وانا عارفه الفقيه عند من دارته، وسيري عنده الا قدر يحلك هذا الشيء هذا ويفكولك، راه ربي غادي يعاونك، وانا درت فيك غير الخير وجه الله وانت تذكري سميتي ولا شي حاجه، راه ما نسمح ليكش. انا غير ما بغيتكش تضيعي، حيت الا بقيتي على هذا الحال هذا راه دايرين لك كفاس من هذا الشيء اللي انت وصلتي ليه. مريم وكأن شي حمل ثقيل تحيد على كتافها، ما بقاش همها شي حاجه، همها غير هاد العذاب اللي كتعيش فيه في الجسم ديالها وهاد الالم يخفاف. دارت معاها موعد ووراتها الدار ديال داك الفقيه اللي مشات عنده خالتها، وفعلا ما كانش بعيد بزاف، بواحد نص ساعه على الدار ديال خالتها على رجليها. مشات دخلت عنده، ما هضرت معاه ما دواتو. اول حاجه حطتها كانت دازت البنكه، هزت 100,000 ريال ودارتها تحت منها ومشات لعنده. قالت له شوف هادي ديالك، حلاوه ديالك، ما هضرين على اتعاب ديالك، ما هضر على حتى شي حاجه، هادي حلاوه ديالك، وهاد تصويرتي كي كنت ربما تغلط فيا وما تعرفنيش، هذه هي تصويرتي،
دابا الله يجازيك بخير، قول لي واش جات عندك شي وحده وخدمت ليا عندك وكان واعدك بان حتى شي حاجه ما غتخرج، ولكن غير نعرف شنو كاين. بقى كيشوف فيها الفقيه وغوات والفلوس، وهو يفتح واحد الصندوق. فتح ديك الصندوق هو يجبد لها تصويرتها، تصويره نيت اللي عطاتو، ديك التصويره اللي مصوره بها قديمه هي نيت اللي عطاتو. قال لها ها انتيا هنا جات عندي مراه هاكي دايره هاكي دايره، وانا غير خدام على راسي. انا اللي جا عندي الا جيتي عندي تا انتيا دابا قلتي لي ناديها راني ناديها، انا قلتي لي اللي بغيتيني نديرو لها. انا عارف راسي كندير هادشي غلط وعارف راسي كندي الذنوب، ولكن طرف الخبز هو هادشي اللي عطا الله. ودابا بنتي الا كنتي باغا تديني حتى للحبس انا ما عنديش مشكل، انا ما نكذبش عليك، انا منين جيتي عندي وهضرتي معايا مباشره هكاك ما قديتش نكر منك. قالت له واش تقدر تعالجني من هادشي اللي درتي ليا؟ قال لها كاين العلاج، ولكن العلاج كاين ليه ثمن. قالت له مازال كطلب الثمن؟ قال لها ما نقدرش، حيت هما لين هادشي هذا هما اللي كيطلبوا، الا ما اديتيش الواجب ما غيطلع لكش هادشي هذا هو هذاك وما غتبرايش. عطاتو ثمن ديال الاتعاب ديالو، كيفاش يهنيها من هاد الهم اللي اصلا هو اللي داروا لها. ودار معاها موعد وخرجت هي وياه في الفجر، كيمشيو لواحد المقبره مهجوره. شنو كتجبد مسكينه؟ كتجبد البيجامه اللي خلات عند خالتها، واللي قالت لها راها عجبت اختك اللي هي بنت خالتها وراها غتاخدها. قالت لها تاخدها بصحتها وراحتها. لقات شعرها، لقات ديك المشطه اللي كانت مشطت بيها، حيت خالتها متعمده تشري كل شيء جديد وحطاتو غير باش تجي بنت، غتجي مريم وتغسل بديك الشيء وغتولي تجمعو باش ما تاديش بناتها. جبد ليها ديك الشيء كامل، بدا يحفر 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 وعارف راسو شنو كيدير. تجبد لها ديك الميكه ملويه في السكوتش ومعاوده ملويه، هو كيجبد لها وهي وكأن شي حاجه كتقطعها من داخل، شي حاجه كتهرسها من داخل، ما قاداش وما متحملاش. حتى جبد لها ديك الميكه، جبدها لها وحلها لها. منين حلها لها شد قرعه ديال الماء وبدا كيقرا عليها في ديك القبور. بدا كيقرا 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 مده ديال نص ساعه والصرف وهو كيقرا. وشد هذاك الشيء حلو وكب عليه. منين كب عليه ديك الماء مريم سخفت تما في القبور. ما هضر معاها ما دواها، خلاها تما سخفانه ومشى بعيد لواحد القنت وبقى مراقبها، بقى حاضيها حتى شرقت عليها الشمس. وهو كيشوف غير بلا يجي ليها شي حد ويلقاها طايحه تما، ولا بلا يجي شي حيوان ولا شي حاجه. منين شافها ناضت وكتخف تنفض الغبره عليها وكتشوف وتلفت تما زاد بحالاته، عرفها صافي وقفت على رجليها. يعني داك الشيء اللي هو كيديرو راه صافي، راه سال المهمه ديالو. مشات وكانها عاد خلاقت، دخلت عند امها هكاك بغباريها. امها كانت حماق بالتقلاب، قالت لها فين كنتي وفين مشيتي؟ وبدات كتبكي وكتعاود ليها اختها والثقه ديالها شنو فين وصلت لها. جبت لها ديك الميكا ووراتها لها وقالت لها شوفي يا امي باش اديتهم باش دريتهم، انا هادشي هذا كامل اللي كان كيقول لي داك الراقي وهادشي راه كنت ما نطيقاهش، ولكن دابا منين شفت بعينيا راني عمرني ما نسمح ليهم. قالت لها نديوه للبوليس؟ قالت لها لا ابدا، انا عطيت عهد الله وانا كنخاف من الله، انا ما نقدرش ندير، انا خليه منه الله وربي غيكافيه. واخا انا عارفه غيأدي ناس اخرين، واخا انا عارفه غيضر ناس اخرين، ولكن ربي غادي يتولاه. امها ما كانش من العاكزين، هزت ديك الشي كامل ومشات لعند اختها وبدات تغوت عليها، شدتها قجتها ما خلاتش معاها. قالت لها باش ضريتك؟ ها شنو هاد البيجامه ديال بنتي عطاتها لبنتك؟ قالت لها راه سحروا لي لبنتي. قالت لها بنتك شنو فيها بنتك اللي سحروا لها؟ بنتك هي مازال واقفه قدامي، ماشي انا اللي بنتي طفات. وتبارك الله والصلاة على النبي، الوالده ديالها عيطت للبوليس وقالت لها دابا غادي نهزك، واخا تكوني اختي ما عندكش الحق تادي لي بنتي، وكا كنتي بغيتي الحاجه طلبيني، والعيب عار لما اديتها لكش. واش لهاد الدرجه هذه الغيره دير لك هاد الشيء وتادي ليا بنتي وتضريها ليا؟ الضري لي بنتي تضري لي طرف مني، حشومه عليك. المهم جاو البوليس هزوا امين مريم وهزوا اختها وداوهم للبوليس،
من بعد الاستجوابات ومن بعد ضغط كبير كتعترف بانها فعلا سحرت البنت اختها، وفعلا دارت لها هذا الشيء هذا كامل، وداتها بيديها، دات الشرطه بيديها لعند هذاك الفقيه او هذاك الدجال، هذاك عدو الله اللي دار هذا الشيء هذا كامل، وخداو كلهم الجزاء ديالهم. ورجعت مريم الصحه ما كترجعش، الا مشات راها ما غتوليش، ولكن حاولت مسكينه تبدا حياتها من جديد، حاولت تجتهد من جديد وتوقف على رجليها، ولقات خدمه جديده وبدات كتاقلم. عاودت لنا القصه ديالها وهي كلها حقره ومازال كتبكي الى يومنا هذا. القصه راها فات عليها دابا 6 سنين، ولكن ما قدرتش تبرى منها. لحقاش ملي كتجيك الضربه من القريب راه ماشي هي الضربه من البعيد، البعيد كتنساي وكتفوتي، ولكن القريب اللي كان كيعنق ويبوس ويقول لا ومولاتي والحبيبه كتجيك واحد الضربه كبيره بزاف. هنا كنقول لكم دائما سوره البقره، دائما اذكر الصباح والمساء، دائما ردوا البال القريب قبل من البعيد، دائما ما نثقوش في الناس، ماشي كاع الناس ديال الثقه، وماشي كاع الناس راهم حبابك وكيبغيو لك الخير. قصتنا دابا سالات، كنتمناو لمريم الدعاء، وكنتمنى ربي حبيبي يوقف معاها، وكنتمنى لكل واحد تآدى في هاد العواشر او من غير العواشر الله يوقف معاه. تحياتي لكم من كل قلب، وعواشركم مبروكه، وكنتمنى القصه ديال هاد النهار تعجبكم وتلقى الاستحسان ديالكم. السلام عليكم.